السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه زي ما أنا بنفس اللبس، كتاكيت وحبايبي جوه والعدادي. معادنا مع الدرس الثاني أو في الكتاب عندك هو الدرس الثالث. خلينا قبل ما أخش على الكتاب كده أشرح لك شوية حاجات أخدتهم في تانية وتالتة ابتدائي. أنا لسه أهو تاني فيديو أصوره لك ورا بعض، هينزلوا إن شاء الله. الفيديو ده فرق عن الفيديو الأولاني. الفيديو الأول خلاص نزل لك، اللي هو درس بالعربي اسمها القوة والأسس. القوة والأسس. الدرس الثاني بقى هنتكلم عن الصيغة العلمية. خلاص، يبقى ده الدرس بتاع النهاردة، اسمه الصيغة العلمية. في كتاب الزفت ده المعاصر جايبوا لك ان هو الدرس الثالث. مش مشكله، بس ادينا عرفتك ان انا ماشي بالنظام. ايه؟ قسمت الاول والثاني على حصه، اخد الثالث على حصه والرابع والخامس على حصه. الوحده كلها 5 دروس. خلاص، طيب تعال نقول بسم الله. هاخد الصيغه العلميه. قبل ما ابدا في الصيغه العلميه هقول لك كام نقطه كده ايه اخدناهم في اولى وثانيه ابتدائي. لا، مش اولى وثانيه، ثانيه وثالثه ابتدائي كمان. كنت بقول للولاد وهم صغيرين، كنت بقول لهم ازاي نكتب الارقام. يعني مثلا عندك رقم زي 783، ازاي اكتب رقم زي ده؟ كانوا بيقولوا بس كده اهو 783. اقول لهم والله انتوا شطار، بس دي طريقه رقم واحد من شويه طرق كده ايه بنكتب بيهم الارقام. يقولوا ازاي؟ برضو مش فاهمين. ما هي الارقام بتتكتب كده. اقول له لا، الارقام ممكن تتكتب كده، وممكن دي بالمناسبه اسمها الصيغه القياسيه. الصيغه القياسيه اللي هي الاساسيه الرسميه اللي احنا بنكتب بيها وبنفهمها. في صيغه تاني، تعال نمسح كده ونكتبها من تحت. يبقى دي رقم 1 اسمها الصيغه القياسيه. رقم 2 في حاجه اسمها الصيغه الممتده. لو عندك عيل اخوك صغير او حاجه زي كده في ثانيه ثالثه ابتدائي اساله، هيقول لك الكلام ده صح. الصيغه الممتده كنت بكتبها بالزائد والناقص. ازاي؟ مش دي 783؟ كنت بكتب 700 زائد 80 زائد 3، 780 و3. خلاص. وكان عندي كمان صيغه اسمها صيغه الآحاد. ايه صيغه الآحاد دي؟ كنت بقول دي عباره عن 8 مئات زائد 7 مئات، امسح دي، 7 مئات زائد 8 عشرات زائد 3 أحاد. يبقى دي صيغه الآحاد. كان عندي كمان صيغه اسمها الصيغه الكلاميه. ماشي، كنت بقول دول 800 ولا دي 700؟ 700 و83. يعني ده كله طرق كنت بكتب بيها الارقام. خلاص، اظن الموضوع سهل. رقم 125 دي صيغه قياسيه. ماشي. ولو كتبت 125، بتوع العرب يقولوا 20 او 20، لا هي 20 ان شاء الله. 125 يبقى دي اسمها صيغه لفظيه. حلو. ولو جيت كتبت هي عباره عن 100 زائد 20 زائد 5، يبقى دي سميتها ممتده. حلو خالص. ولو جيت كتبت ان هي 100 احاد و25 عشرات و5 احاد، يبقى اسمها صيغه الاحاد. وكان في صيغه ثانيه اسمها الصيغه التحليليه، اسمها 1 في 100 كده اهو بالمنظر ده، زائد 2 في 10 زائد 5 في 1. دي اسمها الصيغه التحليليه. انا لحد دلوقتي قلت تقريبا 6 صيغ. خد بقى من الدرس اللي فات، كان عندك صيغه ان ال 125 دي ممكن اكتبها، اللي فاكر الدرس اللي فات، 5 أس 3، ودي كان اسمها الصيغه الأسية. اظن الكلام ده احنا فاكرينه. طيب، الصيغه الأسية. النهارده بقى درسنا مع درس او درسنا مع موضوع اسمه الصيغه العلميه.
اتمنى تكون فهمت كل الصيغ اللي فاتت. انا قلت لك كل الصيغ اللي اخدتها من ثالثه ابتدائي لحد اولى اعدادي اللي هي الحصه اللي فاتت دي. عندنا دلوقتي الصيغه ايه؟ العلميه. ايه الصيغه العلميه دي بقى؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نقول بسم الله كده ونبدا درس النهارده. تخيل معايا يا صديقي ان انا جيت قلت لك ايه المسافه ما بيني وما بين التليفون كده؟ هتقول لي والله تقريبا متر. حاضر، او سيبك من الموضوع ده عشان دماغك ما تلفش. تخيل معايا ان انا جيت قلت لك اكتب لي بالصيغه القياسيه رقم 43. هتقول له هو ده سؤال؟ اقول لك اه والله ده طلب منك وسؤالي مني، سؤالي ليك. هتقول لي ادي 43 بس كده؟ اقول لك اه وحلك صح. ده الصيغه القياسيه. طيب تمام. تخيل جيت قلت لك اكتب لي 43 وقدامها 12 صفر. يا دي المصيبه السود. يعني انت عايز تكتب 43 وقدامها 12 صفر؟ حاضر اهم. يا سلام، بس كده انت جيت في جمل اهي 12 صفر و43. طب جيت قلت لك اكتب لي 43 من مليون او من 100 مليون. برضو ازاي ده اكتبها؟ حاضر، ادي اهو 100 مليون بالمنظر ده اهو 43. لا 43 من 100 مليون المفروض تكتب هكذا 43. امسح كمان الصفر ده يبقى 43 مثلا. او جيت قلت لك اقرا الرقم ده، لا حول ولا قوه الا بالله. اقراه ازاي برضو؟ 43 من 100 مليون، ما هي دي لحد هنا احاد عشرات مئات، احاد الالوف عشرات الالوف مئات الالوف، احاد الملايين عشرات الملايين مئات الملايين، يبقى دي 43 من 100 مليون. طيب اديني قراته برضو، فين الصعب؟ مش فاهم. طب هل كل مره اقعد اقول لك اكتب رقم مثلا 43 وقدامه 16 صفر هتكتب لي 16 صفر؟ فاكر الحصه اللي فاتت لما قلت لك ان الرياضيات بتحل المشاكل؟ فاكر. قلت لك كان عندي مثلا عايز اكتب 7 في نفسها مثلا 12 مره. 7 في 7 في 7. قلت لي لا، ما تيجي تختصر ده وقول 7 أس 12. قلت لك حاضر. شفت بقى نفس الكلام النهارده الصيغه العلميه. يبقى دي لما كانت بالصوره او الصيغه الاسيه كانت بتسهل الموضوع شويه. الرياضيات بقى شافت المشكله دي وقالت انا عايز احلها. بدل ما اكتب اللخبطه دي كلها، لا انا عايز اكتبها مثلا في حته زي كده. بدل ما اكتب في ده كله، لا هنا في مشكله، انا عايز اكتب في مربع صغير زي كده. ليه لسه هقعد اكتب ده كله؟ حاضر. جت بقى ايه؟ خالتك ماده الرياضيات وجم شويه العلماء قعدوا مع بعض. انت يا استاذ اينشتاين نعملها ازاي؟ انت ماكسيلو عملت ايه؟ انت عملت ايه الدنيا؟ قالوا تعالى نحل المشكله دي ونصلح الازمه اللي عندنا دي. وبدل ما نكتب في كم المساحه دي كلها، لا نكتبهم بس في ايه؟ في مربع صغنون قد كده. قال لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. راح عمك اينشتاين نام وحلم باللي انا هقول لك عليه ده. طبعا القصه دي ايه؟ خياليه. قال بص، انت الرقم ده عايزين نختصره، هنسميه مثلا اي رمز ايه مثلا. الرقم ده عايزين نختصره. عشان تكتب الرقم ده هنا، انا قلت عايز اكتب هنا ايه مثلا. ادي الايه، مالها الايه دي؟ قال لي الايه دي لازم تكون اكبر من او تساوي الواحد واقل من 10. ايه ده؟ يعني الواحد معاك 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. ماشي. وبعد كده قال لك ال10 دي هتضرب الايه؟ اهي الايه تضربها في 10 أس ان، حيث الان عدد صحيح موجب وسالب. تاني عشان انا حاسك انت مش فاهم اي حاجه خالص، وانت بتقول لي انت بتتكلم صح. انا مش فاهم اي حاجه خالص. ركز معايا واهدى كده، استهدى بالله. ارجع كده ايه، مدد كده وفوق كده معايا. سمي الله وابدا. الصيغه القياسيه بكتب بيها عادي، بس لقيت في مشكله في المساحه، عايز اكتبها في المربع الصغنطوط ده.
جم العلماء قالوا لك احنا خلاص احنا متفقين ان في مشكله، بدل المساحه دي كلها عايز اكتبها في المربع الصغنطوط ده. اتفقنا وقلنا خلاص يا جماعه ماشي، واهدوا واستهدوا بالله، كلامكم 10 على 10، احنا فعلا عندنا مشكله وعايزين نصلحها، بدل ما نكتب في ده كله نكتب في دي. حاضر. قال لك بص، اي رقم كبير اختصره لي على هيئه A في 10 أس N، حيث ال A ده عدد بينحصر ما بين الواحد والعشرة، هو أكبر من أو يساوي الواحد بس أقل من العشرة، يعني لحد 9 وقف. قلت له يا عم الحاج طب اكتب لي الرقم ده وأنا هفهم. قلت له حاضر. قال لي امسح كده أنت بس خليك معاك الكلمتين دول. قلت له حاضر. شايف 43؟ قلت له اه والله شايفها، مالها جميلة أهي وزي السكر. قال لي هسألك سؤال، جاب لي محل فين العلامة العشرية؟ قلت له لا هنا ما اعرفش بس هنا اعرف اهي العلامة العشرية. طب هنا خدها مني معلومة، العلامة العشرية لو مش موجودة فهي موجودة على أقصى يمين الرقم. تاني أقصى يمين الرقم، أقصى يمين الرقم موجودة العلامة العشرية. طب هي ليه مش مكتوبة؟ يا حبيبي لو مش على يمينها أرقام ما عدا الصفر فهي ملهاش لازمة ما بنكتبهاش. زي الإكس، مش دي أصلها إكس أس واحد وفي واحد هنا ومقسومة على واحد، بس الكلام ده ملوش لازمة فمش بكتبه، عبارة عن إكس بس. نفس الفكرة، لو هي على أقصى يمين فما بكتبهاش. طيب ماشي. قال لي دور على العلامة العشرية. قلت له طيب. قال لي ال 43 دول أو الرقم عامة اللي عندك، الرقم عايزه يكون هو ده اللي هسميه الإيه؟ عايزه يكون أكبر من أو يساوي الواحد. إزاي ده 43؟ قال لي خلاص يبقى خد لي، ركز في الجملة دي، رقم الآحاد فقط. إيه ده؟ يعني خد الأربعة بس. حاضر. طب والتلاتة دي هات لي العلامة العشرية دي ما بينهم. طب لا اهدى كده عليا واحدة واحدة عشان افهم الموضوع. شايف ال 43 انا قلت هخليها، انا قلت اتفقت معاك هكتب في مربع بس قد كده، ومعلش كبر هنا بس عشان اكبر الخط عشان تشوف. شايف ال 43 انا عايزه رقم اقل من العشرة واكبر من او يساوي الواحد. والله انا مش هخليها 43، انا هخليها 4.3 من 10. اهي 4.3 من 10 في 10، انا عايز اخلي على الصورة دي 4.3 من 10 في 10 أس N. مين ال N دي بقى؟ قال لك بص 4.3 من 10 انا خليت الرقم ده رقم اقل من العشرة بس اكبر من او يساوي الواحد، ما خدتش 43 كلها بل خدت 4.3 من 10. ماشي. مين ال10 اس ان؟ المفروض هنا في اس ان. مين الان دي؟ اتفقت معاك ان الان ده عدد ينتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه. مين هو برضه انا لسه ما عرفتش. قال لك يا سيدي الفاضل الان هي عدد مرات مروح اخلاق او العلامه العشريه دي نطت كم مره عشان تروح زي ما انت عايزها هنا. لا مش فاهم. حاضر ركز معايا. العلامه العشريه قلت اصلها هنا وانا عايز اخليها هنا، عد لي بقى نطت كم نطه عشان تيجي هنا. ركز معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نطت 13 نطه. خلص الدرس. اقسم بالله خلص الدرس. اسهل من كده مفيش. طب لا هنا اشرح لي دي. حاضر. خد رقم واحد فقط، اول رقم يقابلك على الشمال، على الشمال اهو ده، خده وحط العلامه ما بينه وبين اي، ان شاء الله لو عندك مليون رقم تاني مش مشكله، مثلا عندك 432 مثلا عندك 432، قلت لك خد اول رقم وحط العلامه بعده اهو. خلاص امسح الكلام ده احنا عرفناه ان الايه اصغر من العشرة اكبر من او تساوي الواحد، والايه دياتي عدد صحيح. ماشي 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 اهو. اخد رقم الاحاد فقط. اخدت رقم الاحاد اللي هو الاربعه وحطيت العلامه بعده، يبقى 4 علامه 32 في 10 اس ان. مين الان؟ الان دي شوف لي العلامه العشريه نطت كام نطه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اس 8. بس استنى هنا في مشكله. ايه المشكله بقى؟ ما احنا خلاص فهمت اهو الدنيا وقلت لي الدرس خلص. انا اقول لك ركز بقى معايا وقول بسم الله كده عشان تفهم ايه الجزئيه اللي جايه دي. لو العلامه العشريه نطت
لليمين، دي نطت لليمين، يبقى الأس إشارته سالب. يا سلام يا سلام، يبقى الأس إشارته سالب، يبقى بدل ما 8 هي سالب 8. طب ما نيجي نعكس، ما هي دي كانت موجب، لو العلامة العشرية نطت لليسار يبقى الأس إشارته موجب. تاني، يبقى لو العلامة العشرية نطت لليمين إشارتها سالب، إشارة الأس سالب. أنت دايما أنا بقول لك أهو، لو مشيت في السكة اليمين إشارتك سالب، يعني اعكس، فاهم؟ اعكس الدنيا. مشيت يمين المفروض تبقى موجب، لا هي اعكسها، يبقى مشيت يمين إشارتك سالب عكس الموجب. طب مشيت شمال، المفروض مشيت شمال يبقى سالب، لا اعكسها تبقى موجب. أتمنى تكون فهمتها وحفظتها. خلاص الموضوع سهل، اديني بس انت يا مستر اي سؤال خلقه وربنا وانا هحله. تخيل معايا ان انا جيت قلت لك مثلا 523 وقدامها 6 صفار اهو بالمنظر ده، خليها 7 اصفار، يلا يا سيدي ولا زعل، ولا خليها كمان يا عم 9 اصفار، يلا ولا تزعل نفسك. خلاص انا حفظت العلامه طالما مش موجود فهي موجوده على اقصى الشمال ولا اقصى اليمين؟ اقصى اليمين اهي العلامه، بس كده. حاضر، هتاخد ال 52 ولا 523 ولا 5.2؟ لا ده انت قلت لي خد الاحاد، الاحاد 5، حط بعدها بقى الرقم. حاضر اهو، عد بقى، قول لي دي 5 علامه 2 3 في 10 أس. شوف بقى هي نطت كام نطه، نسمي اللون، عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 أس 11. خلصت المسألة، شكرا. طب هي موجب ولا سالب؟ دي نطت للشمال، طالما نطت للشمال عكس الإشارة، أنا مش أهو تمام، خلينا مش عارفها، نطت شمال، الشمال ده إشارته وحشة سالبة، اعكسها يبقى موجبة، يبقى نطت للشمال يبقى إجابتها يبقى حلها موجب. طيب تعالى أديك مثال آخر. تخيل معايا إن أنا جيت، تيجي ناخد طب من كتاب المعاصر، نقول بسم الله. بص بقى جايب لك شويه كواكب وكلام من ايه، من الجميل ده. طيب ادينا امثله، اسف مش امثله، ايه امثله ليه؟ فين؟ ادي يا لهوي ده شويه امثله هنا عاملين زي العسل وافكار جديده. خلي بالك انا خلصت الحصه، كل اللي جاي بس افكار جديده. خلاص يلا قول بسم الله. ايه ده بقى؟ هو بيقول لك اي من الاعداد التاليه مكتوب بالصيغه العلميه. ماشي تعالى نشوف. انا قلت ان الصيغه العلميه A في 10 أس N، ده مش هيلخبطك فيها، بس هيلخبطك في الزفت ده، ان الايه اقل من 10 واكبر او يساوي من 1. وخلي بالك في الكتاب عاملها لك قيمه مطلقه، انا مش عايز الخبطك، بس اللي هيقول لي قيمه مطلقه يبقى دايما موجب، غلط. كلمه قيمه مطلقه بس عشان بس ما ادخلكش في شرح، لا حول ولا قوه الا بالله. كلمه قيمه مطلقه لاي متغير اكس اي ام اي حاجه، كلمه قيمه مطلقه يعني بيطلع بموجب او سالب. يوه احنا عارفين ان القيمه المطلقه موجب، ايوه القيمه المطلقه موجب في حاله الارقام، في حاله المتغيرات بتطلع موجب او سالب. عشان ما تتوهش سيبني من الحته دي، مش عايز اشرحها دلوقتي، بس اديك عارف اهو ان هي في الكتاب بقيمه مطلقه، ولو جات لك اختر بتحط قيمه مطلقه، انما انت عارف ان الرقم ده ممكن تبقى مثلا سالب ايه، يعني مثلا ممكن تبقى سالب 2.3 في 10 أس N. فاهم القصه؟ يعني ممكن الاشاره دي تبقى سالب او موجب. خلاص اتمنى تكون فهمتها. خلاص يبقى هنا انا ممكن حاجه احطها موجب او سالب ايه في 10 أس N. هل ده مكتوب بالصيغه الاسيه؟ والله دي 10 أس رقم، وده رقم اقل من ال10 بس اكبر من او يساوي 1، يبقى دي مكتوبه. تعالى هنا، لا ده 45 ده اكبر من ال10، انا عايز رقم اقل من ال10، يبقى دي لا. هنا اهدى كده، والله دي سالب، حلو، دي اقل من ال10 مش مشكله، طالما سالب او موجب ما يهمنيش، حلو دي تمام دي تنفع. طب ودي انت هنا بقى بتتكلم في كسور. هل الكسور تبعك؟ سيبك من دي دلوقتي، تعال ركز هنا. 1 في 10 أس سالب 7، حلو تنفع. أنا قلت أكبر من أو تساوي الواحد، يعني الواحد معايا، يبقى دي تنفع. هنا والله 72، لا ده رقم أقل
من الواحد. انا عايز رقم اكبر من او يساوي الواحد، يبقى دي مش هتنفع. تعالى هنا بقى، انا مش قايل لك ان هو تلاقيه كاتبها لك في الكتاب. فين عشان لما تحب تذاكر اهي. ان تنتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه. هل انا جبت سيره مجموعه اعداد نسبيه؟ لا. طب ما ده نسبي اللي هو 2.5 اللي هي 5/2، يبقى ده مش هينفع. خلاص، اتمنى تكون فهمتها. فين كتابه الاعداد بالصيغه العلميه؟ تعال نكتب بالصيغه العلميه. يا سلام، ده شويه امثله هنا زي التفاح. تعال نشوف الكتاب بيقول ايه. كبر الصوره يا ولي النعم. بسم الله. اهدى. والله العظيم انا حاسس خلاص ابتديت تفهم، ممكن تحل ده كله لوحدك. طب تعال نشوف الافكار. اصل العلامه العشريه هنا، لحظه غير لك اللون. اصل العلامه العشريه هنا انت مش هتاخد 82، انت هتاخد 8 و2 من 10 في 10 اس ان. نطت كام نطه؟ 1 2 3 4 5 6 7 اس 7. شكرا. خش على اللي بعده. هاخد اول رقم بقت 1 علامه 3 5 في 10 اس ان. نطت كام نطه؟ 1 2 3 4 5 6 اس 6. خلصت. امسح نشوف اللي بعده. امسح، عايزين نشوف اللي بعده ونخلص. هنا يا مستر دي بالصيغه العلميه. يهبل ضحك عليك ليه؟ طيب انا فاهمك. دي 145. انا عايز رقم اكبر من الواحد، اكبر من او تساوي الواحد واقل من ال10. مستر انا هاخد 1 و45 من 100 اهي. 1 و45 من 100 في 10 اس ان. اهدى. اصلا 10 اس ان كانت عندك 10 اس 8، ودي العلامه لما كان اصلها هنا نطت مرتين، يعني في 10 اس 2. والحصه اللي فاتت قلت لك لما اجي اضرب اجمع الاسس 8 و2 10. شكرا. لا مش فاهم. حاضر. طب اجرب. ال10 اس 8 دي كانت زي ما هي ادي 10 اس 8. ماشي. امسح دي بقى عشان هو طلع مش فاهم بقى. قلت لك العلامه هحطها هنا اهو، والبتاعه نطت مرتين، يعني المفروض اكتبها 1 و45 في 10 اس 2. وعندك في 10 اس 8 اهي اصلا 10 اس 8. ايه ده؟ ايه ال 8 دي؟ اهي. يبقى انت عندك 10 اس 2 اللي هي بتاعت حل المساله دي، وعندك كانت قديمه 10 اس 8. دي تنزل زي ما هي 1.45 في 10 اس 2 اللي مش فاكر. عند ضرب الاساسات المتشابهه نجمع الاسس، وعند جسمه الاساسات المتشابهه نطرح الاسس. انا هنا بضرب اساسات متشابهه 10 و10، باخد واحده منهم وبجمع الاسس 2 و8 10. خلاص بقى انا عارف انت فهمتها، بس انا بعدها لك كده ايه على اساس ايه تفهم اكتر. ماشي. اللي بعده. اهدى. ده رقم اقل من الواحد. لا انا عايز اكبر من الواحد. يبقى يا مستر خدها 2 علامه 4 8 في 10 اس. انت مالكش دعوه بدي، سيبك من دي. في 10 هنا ايه اللي انا عملته هنا؟ انا حاسس ان انا هنا غلطت. اسف. دي 1 و35 في 10 اس قلنا كام؟ دي نطه 2 3 4 5 6 في 10 اس 6. انا قلت اس 6 اللي خد باله قال ان هي اس سالب 6. الله ينور عليك. انا عارف طبعا نزلت في الكومنتات دلوقتي عمال تقول يا مستر الحق في مصيبه هنا. الحمد لله دي لحقتها الحمد لله. يبقى هنا في 10 اس سالب 6. تاني نطت مره 2 3 4 5 6، يبقى في 10 اس سالب 6. ليه؟ لان هي العلامه نطت لليمين، يبقى الاشاره بتاعتي سالب. حاضر. تعالى هنا. العلامه نطت لليمين كم مره؟ يبقى في 10 اس سالب 1 مره. وعندك في 10 اس سالب 7. نزل دي زي ما هي. حاضر. في عند ضرب الاساسات المتشابهه نجمع الاسس. امسك كده اللعبه بتاعتك الاله الحاسبه، قول لي في 10 اس سالب 1 زائد سالب 7 تقول لك سالب 8. شكرا. خلصت المساله. تعالى هنا. السالب ده مالكش دعوه بينزل اهو. دي تنط كم مره 2 3 4. احنا خلاص اتعلمنا هتبقى هنا. يبقى 1.5 في 10 اس 4. لا سالب 4 لانها مشيت لليمين. فعندك 10 اهي في 10 اس سالب 9. دي تنزل زي ما هي سالب 1.5 في 10 اس
عند ضرب الاساسات المتشابهه اجمع الاسس. -4 ناقص 9 تدي لك -13. خلصت المساله. نقلب على اللي بعده. الدرس خلي بالك انا بالنسبه لي خلص من بدري، خلص من بدري. انما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنحل جميع الافكار. في حاجه تاني؟ مفيش حاجه تاني، مفيش حاجه تاني. في شويه افكار بس تاني، تعال نحلهم. تعال نحل. بسم الله بسم الله بسم الله يا ولي النعم. تعال نشوف المثالين الجمال دول. بيقول لك ايه؟ 17 في 10 أس. ما تنفعش 17 دي، انا عايز رقم اقل من ال10. خلاص خليها 1.7. 1.7 دي نطت كام مره؟ مره للشمال، يبقى 10 أس 1 بالموجب. في عندك 10 أس 8 اصلا اصل المساله، يبقى تنزل دي زي ما هي. 1.7 في 10 أس عند ضرب الاساسات المتشابهه اجمع الاسس. 1 زائد 8 9. شكرا شكر الله سعيك. خلصت المساله. امسح. هات اللي بعده بسرعه. انا نفسي توقف الفيديو تحل اللي انا بحله ده وبعد كده ترجع تاني. تعالى رقم 2. بتقول لك ايه بقى؟ دي نص. لا، حركها لي مره يمين بقت 5. 5 اتحركت مره يمين يبقى في 10 أس -1. في 10 أس -7 عندك في الاساس. ال5 دي تنزل في اساسات متشابهه اضربها، خد واحده منهم اجمع الاسس. -7 -1 ناقص 7 يدي لك ناقص او -8. خلصت. يلا اقلب اللي بعديه بسرعه. خلاص الدرس بقى سهل يا مستر، مفيش اسهل منه ان شاء الله. تعالى هنا. دي -999 من 1000. معلش ودي لي العلامه دي مره كده عشان تبقى ايه؟ 9.9 او 9.99 من 100. السالب ده ملوش لازمه، ينزل زي او ملوش دعوه، ينزل زي ما هو. دي بقت 9 علامه 99. دي نطت مره يمين يبقى في 10 أس -1. وعندك في 10 أس -5 اصلا، يبقى دي تنزل زي ما هي. -999 في خد واحده منهم اجمع الاسس. -1 ناقص 5 يدي لك -6. على دي اصل العلامه يا مستر اقصى اليمين. خد 6.5. 6.5 في 10 أس. شوفها نطت كم مرة؟ مرة 2 3 4 5 6 7 8. يبقى أس 8. موجب ولا سالب؟ موجب، عشان دي جت من اليمين للشمال. خلاص الموضوع سهل جدا وبسيط. هنا أنا عايزها 5 و3. 5 و3 يا مستر 35. يا بقرة يا بقرة. الأصفار اللي على اليمين ديت بعد العلامة العشرية ملهاش لازمة، يبقى ممكن نمسحها. بقت 5 و3 في نطت كم مرة؟ مرة 2. يبقى في 10 أس أس كام؟ أس 2. وعندك 10 أس 9. يبقى خد دي نزلها. 5 و3 خد واحدة من دول واجمع الأسس عشان أنت بتضرب. 2 و9 11. خلصت المسألة. خش على اللي بعده بسرعة. يلا احنا ما عندناش وقت. اللي بعده. يا دي المصيبة. خليها 1 علامة 0 2. يا مستر انت لسه قايل ان الصفر على اليمين ملوش لازمة. يا حمار انا جاي لك على اليمين خالص ملوش لازمة. انما ده في رقم تاني بعديه، ولو في رقم تاني بعديه يبقى لا ليه لازمة. يعني مثلا رقم زي ده على 0 علامة عشرية 1 صفر، ده ملوش لازمة. انما لو جيت حطيت لك مثلا هنا 2، لا هنا كده بقى ليه لازمة الاصفار. خلاص اتمنى تكون فهمت. شغلت البصلة اللي فوق دماغك دي. حطيت العلامة العشرية هنا. شوف لي بقى ايه في 10 أس. خلي بالك هتبقى سالب عشان هي راحت لليمين. شوف نطت كام نطة؟ نطة 2 3 4 5 6 أس -6. ادي يا سيدي الدرس. ادي الدرس اللي بيقولوا عليه صعب. تعالى بقى ايه نرجع الكلام لاصله. ناخد مثلا ايه شوية أمثلة زي دي. لا ستوب مش عجباني. خدها تاني كده اهو. ايوه دي جميلة دي. بص بقى يا سيد الفاضل. هنا هو جايبها لك بالصيغه الزفت ديت، بالصيغه العلميه، وعايز يرجعها بالصوره ايه القياسيه. ركز بقى معايا. لو انا ضربت 7.2 في 10 أس 2، العلامه يا ترى هتروح فين؟ يا مستر ده الاس موجب تروح للشمال. اللهم صبرنا يا رب. عندك كلمه 10 أس 2 يعني العدد بيزيد. 10 أس 2 يعني ضربتها في 100. 3 في 100 ب 300. الرقم زاد مش يقل. كلمة إن العلامة تروح للشمال ديت يبقى الرقم يقل. إنما الكلام ده غلط. لو أنت ضربت مثلا رقم زي ده في 10 أس رقم موجب، العلامة تتحرك
لليمين كم مرة على حسب الأسس. والله لو جبت عيل في تانية ابتدائي هيحلها، عيب يعني احنا كبار، لا آسف عشان الحلفان، مش تانية ابتدائي، لو جبت عيل في رابعة ابتدائي هيحلها. ركز بقى معايا، شايف دي 10 أس 4 واديني العلامة يمين 4 مرات. يا مستر ازاي 7 1 9 قدها 4 مرات؟ دي اخرها هتروح مرتين بس. عارفك غبي، هتسأل السؤال الغبي ده. مش قلت لك الاصفار على اليمين ملهاش لازمه؟ يعني ممكن تحط 600,000 صفر. يا الله يا سيدي ولا تزعل نفسك. حرك لي بقى العلامه 4 مرات يمين. ليه 4 مرات؟ يا ابني ما هي اس 4 يبقى عايز اتحرك 4 مرات يمين، مره 2 3 4 بقت 7 1 9 0 0 0 0. ايه ده؟ يعني دي هي دي؟ والله يعني دي هي. ايوه يا ابني ما تسالش الاسئله الغبيه دي. مش مصدق؟ حاضر انا عارفك كل الكلام اللي انا بكتبه انت مش بتصدقه. ممكن بعد اذن سيادتك، مش دي بالصوره القياسيه؟ ممكن تحولها بالصوره العلميه؟ طبعا سهله. احط العلامه هنا واصلها اصلا كانت هنا، بقت 7 و1 9 في 10 اس نطت كم مره؟ مره 2 3 4 في 10 اس 4. مش هتكلم. لا هسيبها لك يمكن تحتاج تبص عليها تاني. ولا هي. يلا خليها تغور في ده. تعالى هنا بقى، الأس سالب العلامة تروح للشمال كم مرة؟ 5 مرات. يا مستر ازاي 5 مرات؟ انا ما عنديش ان انا اغيرها قدام مرة واحدة بس. ايوه ما الصفر على الشمال. شفت لما زمان كانوا يشتموك يقول لك يا ابني ده انت صفر على الشمال. كلمة صفر على الشمال دي اللي هي تبقى بص شايف سالب 0 0 0 0 كل ده ملوش لازمة. 2 علامة 7 حلو في 10 أس سالب 5. قلت لك عشان ترجعها للصيغة الأساسية، الصيغة الأساسية وديها للشمال 5 مرات، لأن أس سالب تروح للشمال كم مرة؟ 5 مرات. مرة 2 3 4 5. نزلها زي ما هي سالب 0 علامة 0 0 0 0 2 7. مش مصدق؟ حاضر انا غلطان، انا عارف، اصل انا طول ما انا ما بتعصبش عليك بتعمل على نفسك عبيط. حاضر هتعمل نفسك عبيط. حاضر ممكن بعد اذنك تحول دي بالصوره العلميه؟ حاضر بس كده انت لسه مدينا الدرس ده اهو. حاضر اصل العلامه هنا يا مستر وانا عايز اخليها 2.7. ماشي يا بابا. حاضر اهو يا مستر ودي العلامه دي شوفها، يا السالب ده ملوش لازمه، بقت 2.7 في 10 أس. شوف العلامة نطت كم مرة يا مستر؟ 1 2 3 4 5. يبقى أس 5 وبالسالب عشان هي جت من الشمال لليمين. طيب يا مستر فهمت خلاص. الصفر على الشمال ملوش لازمة والصفر على اليمين ملوش لازمة، بس لازم يمين هيكون على على يمينه كده علامة عشرية، بعد كده احط يمين كذا 700,000 صفر عادي. حاضر وديها للشمال 3 مرات، مرة 2 3 بقت 0 علامة اهي 0 علامة 0 0 1 2. ادي العلامة اهي 0 0 1 2. مش مصدق؟ تاني بتعاني التاني. ده اخر مره انت ما تصدقنيش فيها. ممكن بعد اذنك تحول دي بالصيغه العلميه؟ حاضر. العلامه هتبقى هنا مثلا، عارف يا بغبي، ادي 1 و2. حاضر في 10 اس كام؟ ده هتروح لليمين يبقى هتبقى اس سالب. ماشي سالب كام؟ اشوفها نطت كام نطه 2 3 اس سالب 3. يا حمار ما دي هي دي، يبقى دي هي دي. اتمنى تكون دماغك ما لسعتش وتكون فايق الدنيا رايحه فين وجايه منين. وضح الجدول التالي يمين شمال شمال يمين رتب الكواكب بقى من الاقرب للابعد. انت الكلام ده فاهمه. طيب العمليات عليها بقى. اوف بقى لسه بقى نشرح تاني. لا اله الا الله. ركز بقى في الجزئيه المهمه دي. تعالى ناخد شويه الامثله الجمال الفظاع اللزاز دول. بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا بص، صليت على النبي؟ قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كبر كده عشان النضاره تشوف. ماشي كبر.
لو انا جيت قلت لك 3 اكس في 6 اكس، انت بتقول لي ياه دي اكس اس واحد ودي اكس اس واحد. تخيل ان انا مثلا قلت لك 3 اكس في 6 اكس اس 2. يا مستر خد الارقام اضربها في بعض. 3 في 6 18، اكس في اكس اس 2. عند ضرب الاساسات المتشابهه اجمع الاسس. 1 زائد 2 يبقى اكس اس 3. ايه اللي انا عملته؟ ضربت الارقام في بعض طلعت 18، ضربت المتغيرات في بعض طلعت عندك اكس اس 3. حاضر. امسح بقى الكلام ده كله. ركز بقى معايا في المثال الجميل اللذيذ الفظيع الروعه. انا هضرب الارقام في بعض. حاضر. 2.5 في 1 و4. ادي 2.5 في 1 و4. ماشي. وهضرب المتغيرات في بعض. 10 اس 3 اهي. 10 اس 3 في 10 اس 4. مستر عند ضرب الاساسات المتشابهه اجمع الاسس. خد واحده منهم واجمع 3 و4 7. شطور شطور. وهو هسقف لك. شطور. يبقى هنا في الاخر اقول له في 10 اس 7. حاضر. نزل دي كده. امسح بقى ايه المسوده اللي انا عاملها دي فوق. لحظه بقى بالاله الحاسبه معلش احسب لي دي كده. 2.5 هتبقى ترخم بقى عايزين نخلص بقى يا اخي خلص يا اخي خلص يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم يا رب. هتبقى 3.5. تبقى 3.5. امسح بقى ده كله كده وقول 3.5. 3.5. هل دي مكتوبه بالصيغه العلميه؟ والله. اشمعنى؟ اصل 3.5 رقم اكبر من او يساوي الواحد اهو، واقل من 10، ودي اس ان والدنيا تمام ومفيش اي مشكله خالص. امسح بقى ايه الكلام ده كله. طيب تعالى للمثال الجميل ده. ايه الامثله دي؟ هو في حاجه انا اسف باعتبار ان انا فكرتها دي علامه ضرب. انا اسف معلش. بص اعتبرها ان هي علامه ضرب. يبقى اللي انا حليته ده خلاص تمام صح. هو هنا كان في مسائل ضرب بدل اللي انا عمال احله ده تقريبا. ماشي. هو هنا الجمع والطرح بعد كده اكيد في ضرب وقسمه. انا افتكرت ان انا بحل في الضرب والقسمه. طب تعالى نحل كده شويه حلوين في الضرب والقسمه بعد كده ايه نحل في الجمع والطرح. ماشي. هو انا كده اظن ان انا حليت لك سؤال ضرب وقسمه. يعني خلاص باعتبار ان دي خلاص ضرب. خلاص باعتبار ان دي ضرب انا حليت لك كده سؤال ضرب. يبقى انا كده حليت لك دي زي ما اتفقنا بالضرب. تعال ارجع تاني اشرح لك واحده جمع واحده طرح. بالنسبه للجمع خد بقى التركايه الجميله دي من عمو محمد. بيقول ايه يا عمو محمد؟ دي 10 اس كام؟ اس 3. ودي 10 اس كام؟ اس 4. خليهم لي زي بعض بس وصل الكبير للصغير. خلي لي الكبير يروح للصغير عكس الواقع. طبعا المفروض الانسان الصغير يروح للكبير. لا هنا ودي الكبير للصغير. طب ازاي كيف؟ معرفش. هفهمك دلوقتي. مش ال10 اس 4 هي مكتوب ل1 و4 في 10 اس 4. مش 10 اس 4 دي عباره عن 10 في 10 اس 3. 10 في 10 اس 3 دي اس 1 و3 4. ماشي ديك انت فاهم اهو. مش ال10 دي معناها ان العلامه دي تروح لليمين مره. يعني بقت 14 في 10 اس 3. لا انا الحته دي حاسس ان انت ايه مش فاهمها. حاضر اشرحها لك تاني. 1 اهي 1 و4 في 10 اس 4. مش ال10 اس 4 دي عباره عن 10 في 10 اس 3. طب انت ليه عملتها كده يا غبي؟ ما انا عايز اوصل دي 10 اس 3 زي اختها دي. فهمت؟ طيب يبقى انا خليتها 10 اس 1 في 10 اس 3 ونزلت ال1 و4 دي زي ما هي. ضربت ال10 في 1 و4. 10 في 1 و4 ب 14. العلامه اتحركت مره يمين. ال14 نزلت في 10 اس 3. يبقى انا كده وصلت احد الاسس لاخوه الثاني. الزائد تنزل 2.5 في 10 اس 3. ركز بقى معايا. بما ان هنا عندك 10 اس 3 وعندك 10 اس 3 خدها لي عامل مشترك 10 اس 3. افتح قوسين. لما اخد من هنا 10 اس 3 يتفضل 2.5 زائد تنزل
اما اخد من هنا 10 اس 3 اتفضل 14. ماشي. اجمع بقى الايه الشخبطيطه واللخبطيطه اللي جوه دول مع بعض. 2 ونص و14، 2 و14 16 ونص، يبقى 16 ونص في 10 اس كام؟ اس 3. ماشي كلام سليم. طب ما دي مش بالصيغه العلميه. ما انا عارف، عشان دي 16 وال16 اكبر من 10. يا مستر ما تخليها 1 و6. عينيا تجوز. يبقى العلامه اتحركت مره للشمال، يبقى بقت 1 و6 5 في 10 أس 1. لما اتحركت مرة شمال يبقى له أس 1. وعندك في 10 أس 3 من بدري، يبقى تنزل الواحد 6 5 في 10. خد واحدة من دول واجمع الأسس عشان أنت بتضرب 1 و3 4. شكرا، شكر الله سعيك. خش على اللي بعدها. لو ما فهمتش في اللي فاتت افهم في دي. دي أسهل وأبسط وأجمل. الكبير يروح للصغير. ادي 4 و3 في 10 اس 4، خليها 10 في 10 اس 3. 10 دي يعني العلامه تروح مره يمين، بقت 43 في 10 اس كام؟ ايوه انطق معايا، في 10 اس 3. نزلها زي ما هي. نزل السالب 2 ونص اهي في 10 اس 3. اقفل القوس. بما ان ده عنده 10 اس 3 وده عنده 10 اس 3، خدها ايه؟ انطق يا ابني، يا ابني انطق يا ابني. خدها عامل مشترك. افتح قوس. 43 ناقص 2 ونص يتفضل لك 40 ونص. دي مش بالصيغه العلميه. يبقى ودي دي مره على الشمال، راحت مره على الشمال، يبقى الاس ده يزيد 1. يبقى 4 علامه تلاقي 0 5 في 10 اس 4. خلصت المساله. شكرا الله سعيد. امسح. طبعا مساله الضرب والجسم انا حليت لك واحده، حليت لك واحده ضرب. تعال نحل بقى ايه في الجسم. خلي بالك الضرب والجسم مفيش اسهل منه. طيب تعال نحل. احلل لك تاني مساله ضرب تاني. نضرب الارقام في بعض والمتغير واللي هي فيها اسس في بعض. 10 اس 4 في 10 اس 2 يبقى 10 اس 6. اضرب بقى 6 ونص في 8، يعني الستة ونص وستة ونص 13. 13 و13 26 52، يبقى 52 في 10 اس 6. معلش الاصل العلامه كان هنا ودوه لي مره شمال، بقت 5 و2 في 10 اس كام؟ 10 اس 7. تعالى في الجسمه. اقسم اللي هي الاسس دي على بعض. 10 اس 11 على 10 اس سالب 4. عند الجسمه نطرح الاسس، بقت 10 اس اطرح 11 ناقص. في غبي دلوقتي، غبي هيقول لي 10 ناقص 4، 11 ناقص 4. يا ابني 11 ناقص السالب 4. برافو، اللي قالها سالب 4 انت شاطر. 11 تنزل سالب في سالب بموجب 4. 11 و4 كام؟ 15. اجمع على ايدك 11 في مخك و4. 11 3 4 15. ماشي. يبقى في الاخر هتبقى 10 اس كام؟ اس 15. ماشي. اضرب بقى الارقام. 2 و4 في 1 و2. 2 و4 في 1 و2. 200 يبقى 288 علامة هنا. بس يا سيدي خالص. تعال نتأكد بس ان الكتاب هنا صح. 2.88. تكسفونيش يا ابني، ما تكسفونيش. اسف احنا بنكسب مش بنضرب. اسف انا ضربتها. اسف هي تبقى في عادي. هنقسم، احنا قلنا هنقسم ده على ده ونقسم ده على ده. 2 و4 على 1 و2. 2 و4 على 1 و2 يديلك 24 على 12 فيها الاثنين، يبقى 2 في 10 اس 15. 2 في 10 اس 15 اهي. كلامنا صح. اخر مثالين هسيبهم لك بقى واجب، عشان انا الصراحه تعبت منك. عمال تقول مش مصدق وانا تعبت منك. طيب اتمنى يا صديقي يكون الدرس سهل. انا حاولت بقدر الامكان ابسط لك الدرس، واتمنى يكون عجبك الشرح. ما تنساش تشارك الفيديو مع زمايلك وتشترك في القناه بقى عشان يوصلك كل جديد وربنا يكرمك ان شاء الله ويوفقك. اشوفك على في فيديو جديد وعلى خير ان شاء الله. سلام عليكم.